بنت فنانة شهيرة بتكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها. أهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين. كشفت الفنانة غادة نافع بنت الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي لأول مرة عن سبب رفعها قضية حجر على والدتها خلال أيامها الأخيرة، وده اللي قالته غادة في برنامج الستات مع مفيدة شيحة وسهير جودة. وقالت أنا اتظلمت في الموضوع ده، وكل حاجة كانت مكتوبة باسمي من يوم ما اتولدت، وأنا عاملة لها توكيل. وبعدين ضحك عليها احد الاشخاص بان هو ياخد تصريح من جهة 6 اكتوبر علشان يفتح كافيه، وكتب في العقد مبلغ 15 مليون جنيه. وقالت الشخص ده طلع نصاب، وكان كاتب في العقد يكون ساري لحد 2027، وكمان طالبها بالمبلغ المكتوب اللي هو 15 مليون جنيه ورفع عليها قضية. فالمحامي الخاص بيا اقترح ان انا اتقدم بدعوة حجر على والدتي علشان اسقط هذا العقد، وده اللي قالته بالفعل في برنامج الستات مع سهير جودة ومفيدة شيحة. وبالفعل بعد كده كسبت القضية علشان تقدر تنقذ أمها من النصب من الشخص اللي نصب عليها في 15 مليون جنيه. وكمان غادة نافع بنت الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ختمت كلامها وقالت إن مقتنيات والدتها بتوجد معاها لحد دلوقتي ومحتفظة بيها حتى الآن، والبعض الآخر تم سرقته من قبل بعض الأشخاص من منزلها. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص الفنانة غادة نافع وعن سبب رفعها قضية حجر على والدتها ماجدة الصباحي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة. كان معاكم محمد سيف، سلام عليكم.